Okay, let's go. النهارده صليت في اكتر مسجد زحمه شفته في حياتي، مسجد الجمعه باكو اذربيجان. المسجد دورين، في صاله خارجيه اول ما بتدخل والصاله الداخليه. كانت اكتر حاجه بالنسبه لي مضحكه ان هم بيلموا الزكاه على باب المسجد من غير ولا صندوق. شايفين الامانه؟ عايزين احنا الامانه دي. اول ما خرجنا من المسجد لقينا حاجات بتتباع، بيبيعوا سميط ولحوم مجففه، حاجه شبه اللانشون. وات ذس انجلش؟ عربي عربي حاجه شبه اللانشون بس. اوكي اي تراي little bit لانشون اوكي شكرا. هي بين البيبروني واللانشون. عيش مقلي، سندوتشات جاهزة، شاورما، مناقيش، مش متأكد هي ايه بالظبط. تمر سكري، ورق عنب، دورمة، بيبيعوا مسواك برضو، مور لحمة. في حاجة هنا عليها زحمة فظيعة مش فاهم هي ايه. تعالوا ندخل من فوق. عصير خروب، موهيتو، مش عارف. بس ده قدام المسجد. You can try this. اوكي. You not tried it. You بيقول لي انت ما ينفعش تيجي وما تجربش الكيفاك ده. فبصيت هو فيرمنتد سيريال درينك، مش فاهم بالظبط هو ايه، بس قلت له ممكن اجرب بق صغير كده. ليتل بيت بس مفروض نجرب. ده ده المشروب اللي هو اداهولنا. اوف ريحته غريبه قوي، فيرمنتد. هو كأنه صودا بس هو مش صودا. It tastes like soda. Yes, but it's not soda. It's for I understand fermentation. Yes. Fermentation. Same like yeast. Not beer, different. Yes. هدخل اتغدى تاني وجبة أذربيجانية هتبقى هنا في سكسي ريستوران. ده المطعم اللي جنب المسجد بالظبط. انا كنت شايفه من المسجد، شايف فيه ناس كتير فعايز اجربه بنفسي. كنت طالع اقعد فوق في 6 ريستوران، بس زيد جري ورايا بيتكلم انجليزي، الوحيد في المكان كله بيتكلم انجليزي، طلع يجري ورايا بيقول لي لا فوق بنات بس وبتاع. فهسأله اول اسم المكان لان مستحيل يبقى جنب الجامع وبايع نفسه حلال واسمه 6 ريستوران. زيد ايه اسم المطعم؟ شيخ. اوبس طلع اسم المكان شيخ، عكس اللي انا كنت فاكره تماما. طلع اسمه شيخ مش سيكس، بس طلع اسمه شيخ. انا سألت زيد هو ابن صاحب المكان، قلت له مش عايز اشوف المنيو، انت تقول لي ايه احسن حاجات وتجيب لي 2 أو 3 يكونوا اشهر اكل في اذربيجان. هتجيب لي ايه؟ تمام، ممكن تجرب بالرز والكباب. طيب يلا ناخد اذربيجان، فيبقى ناكل رز وكباب. تمام شكرا. تمام يا زيد، رز وكباب. شكرا، هنتظرك. بعدين رجع تاني قال لي عايز تجرب الدونر، ده من اشهر الحاجات اللي عندنا برضو.
ايوه انا I عارف know الدونر. Doner. I tried Doner. الدونر But it's مختلف في different كل مكان. everywhere. So yeah, ماشي، can you تقدر also get تطلب for لي me دونر. Doner? ماشي هيجيب لي Doner كمان. تحبه Me, which one is best? فراخ لحمة؟ Lavash and chicken. You choose for me. Okay. Wait a minute. هو ابن صاحب المطعم فكل حاجة الواد بياع بياع يعني. أنا بقول إن هو قلب أبيض وبيظبطني وبتاع، بس هو كده كده بياع. يعني هو قال لي هات كذا وكذا، رحت طالبهم. وده قال لي برضه عندنا كذا حلو قوي، رحت طالبه برضه. اللي هو كل حاجة هو بيقول لي عليها جامدة بطلبها. فهنشوف هتطلع جامدة ولا هيطلع بياع، بس في الحالتين انا مبسوط يعني. الواد مسيطر، دخل على المطبخ قال لهم يلا هات لي كذا كذا كذا، خلص الموضوع. طيب وانا احب اقول ان انا الريستورانت بتاع امبارح لو كنتش عارف انطق اسمه ده اشتغلني فشخ، او هو غالي قوي. لان هنا الاسعار ممكن تكون ربع الاسعار اللي هناك. يعني انا جبت امبارح الدونر ب 16 هنا الدونر الصغير ب 42 وال 2.4 2.4 والكبير ب 3، وامبارح جايبه ب 16. الكباب الكيلو ب 13 امبارح انا جايب طبق 250 جرام ل 300 جرام ب 32، هناك كيلو ب 16. فانا في جزء اخر من العالم. ولا الجماعه دول برضه عشان جنب المسجد فحنينين غالبا، بس المكان نضيف قوي، الاكل شكله تمام يعني. اعتقد ان هو تمام، فهنشوف بقى يطلع تمام ولا ايه الكلام. ايه ده بس والله لا مبسوط مبسوط. كده المفروض ان انا ابتدي افهم بقى الاسعار شويه، لان انا وصلت امبارح ما كنتش فاهم اي حاجه، فروحت على اول مطعم لقيته جنب الاوتيل، شكله طلع مطعم اجانب جدا. انا مش عارف اقرا حاجه طبعا، انا ببص على الاشكال وبخمن. يعني انا الدونر اللي انا قلت عليه ب 42 ده و 2.4 مش متاكد ان هو دونر برضو، بس هو الرسمه بتقول دونر، بس هو مكتوب سوريجدا سوريجدا COR اي مقلوبه كي دي مقلوبه اي. حاجات غريبه، طريقه الكتابه مختلفه تماما، بس ده المنيو يعني لو حد عايز يبص عليه. ودلوقتي انا في الاحياء القديمه، الشارع ده اللي في ظهر المسجد في باكو، ده شكل الشارع دلوقتي. طيب انا بعد ما خرجت من الصلاه قابلت ازار جنب المسجد، فكنت بساله، هو بيتكلم انجليزي ولا جاي يتكلم معايا، فبساله ليه ما فيش ناس كتير في اذربيجان بتصلي، ليه ما فيش ناس كتير يعني ملتزمين بالاسلام لانها دوله اسلاميه وبتاع. ولقيت ان في اماكن كتير ما بتبيعش كمان اكل حلال وبتبيع خنزير وبتاع، فهو يعني قال لي ان هو ممكن يساعدني. ازار هاو ار يو؟ السلام عليكم ورحمة الله. محمد هنا سألني أحكي له عن الدين في أذربيجان، وأنا أحب إن أنا أحكي لكم بسرعة النهاردة عن القصة بتاعت الدين. زي ما أنتم عارفين أذربيجان كانت اتحاد سوفيتي، وكانت طول عمرها معروفة كدولة لا دينية، وكانت الفكر لا ديني في أذربيجان زي في كل مكان تاني في الاتحاد السوفيتي. بس في شوية من أهالينا جدودنا وجداتنا كانوا بيصلوا، وما كانش عندنا فكرة ان هم مسلمين، وما كانش عندنا فكرة عن ربنا عن الخالق. كنا دايما ممكن نعتمد على ربنا وعارفين ان في ربنا، بس ما كانش في صلاة، ما كانش في صوم، ما كانش في صلاة تاني. بعد سنة 90 لما خرج الاتحاد السوفيتي، الناس من الخليج والدول العربية دخلوا بلدنا، قاموا بالدعوة، وبسبب ده قدرنا ندخل كتب كتير نقرأ منها ونكتشف أكتر عن دين الإسلام. وكان زي ما تقول ثورة دينية بالنسبة لنا. أنا فاكر لما كنت بتعلم حاجات عن الإسلام، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن الأنبياء والصحابة،
كان بالنسبة لنا تحرير فكري كبير. ومن ساعتها الحمد لله في ناس كتير جدا ابتدت تصلي وابتدوا يمارسوا الديانة، وفي ناس لسه لحد النهاردة مش بيتبعوا الإسلام بالطريقة المظبوطة، بس أتمنى إن هم في يوم يبقوا مسلمين أفضل ويعملوا اللي عليهم في الدين. وإحنا شغلتنا كمسلمين إن إحنا نساعدهم إن هم يوصلوا للطريق الصح وننشر الفكر الصحيح لاخواتنا. ماشي، لقيت الشباب هنا عامل حجامه، فرحت اسالهم اعمل حجامه فين، فبيكلم لي حد اظبط معاه حجامه. انت تدرس العربيه؟ تدرس العربيه كامل واحد. الحاج رامن واخدني يعمل لي حجامه في المكان ده. طبعا المكان مرعب جدا. بسم الله. اعتقد ان ده بيته. هذا منزلك؟ نعم. هذا منزلك؟ نعم. عم رامين جاب لي كل حاجة اهو. جاب لنا قطن، كابس، كل دي الكابس اهي. بيعمل الكاب ب3. طب انا اول يومين كنت قاعد في حته جنب الاوتيل اللي انا كنت فيه ده، فالمنطقه كانت مختلفه يعني it was high end كده وبتاع. بعد كده النهارده رحت صلاه الجمعه، كانت في منطقه شعبيه، وصلاه الجمعه ودتني للراجل بتاع الحجامه، والراجل بتاع الحجامه خلاني اقابل واحد، قعدنا نتكلم في شغل. المهم ان انا انتهى بيا المطاف في حته شعبيه فشخ النهارده. فعايز افرجكم كده على المنطقه، لان انا شايف فايبس مختلفه تماما عن كل حاجه انا شفتها على الانترنت بقى، وكل حاجه كنت اصلا بفكر ان انا ممكن اعملها في البلد. شكرا، محترم والله. فده شكل الحديقه النهارده الجمعه، فالويكند هنا سبت وحد. فاول حاجه لقيتها واستغربتها، اولا الحديقه الزحمه بجد زحمه. الشباب هنا بتلعب تشيس حجم البني ادم. الشباب عارف هو بيعمل ايه، ما شاء الله. جود. حديقة مليانة، بس احنا في مكان بسيط يعني، لازم ابقى حقاني برضه في مكان بسيط قوي. منطقة المباني فيها عاملة كده، فكله بقى نازل يوم الجمعة بيلعب. شباب ده جاي علينا. ده جاي علينا. ايوه. انا مش فاهم اي حاجة، مفيش انجليزي بربع جنيه، بس هما بيلعبوا صيادين السمك غالبا. بس انا هروح اشوف اللي بيلعبوا كورة دول وهدخل العب معاهم كده او كده. انا تحت اي ظرف انا داخل العب. انا لابس جزمة بيضة، ينفع كده؟ مش كنت ملبسش ده، بس طبعا مش عارف امسك نفسي هلعب معاهم. واضح ان هم بيتفرجوا على كرة تركي لانه لابس جلاتا سراي. ده اللعب بجد. لا انا هلعب اوكي. الشباب كلها قفشت علينا هنا، دخلنا بوظنا ماتش الكوره خالص. بحاول اساعد الشباب، بس هم السامع اللي بيقول من ورا ده ايه الادب ده؟ ما ترباش، العيال كلها ما تربتش. فالمهم ان احنا شفنا الحديقه والشباب. والله العظيم يا جماعه الناس طيبه فشخ، الناس طيبه بطريقه مش طبيعيه. برضه في الاماكن الشعبيه المواضيع بتبقى مختلفه خالص. انا هحاول افضل اتمشى هنا شويه كمان اشوف الدنيا، بس دي اكسبيرينس ما اعتقدش ان هي تتشاف في حتت كتير يعني. الرجاله الجامده دي لسه بتلعب، قاعدين بيفكروا عايزين مخمخه، عقل من حديد. English. Azerbaijan. No. This is Haralsa. He don't know. Alhamdulillah, Muslim. Dear man Muslim. Me too. Yes. No. What? He think you use bad words. No. Muslim. Sayır ben Müslümanım. Islam. Bu ne manadı? Microphone. Mikrofon diyor. See you. Müslüman İsrail İran'ı bombalıyor. Yesterday, yeah. They start pum. Hello bro. أحلى عركة عليك يا صاحبي. Hello.
خلينا بقى يا عم نخلع بقى من دين ابوها. كاميرا هي كاميرا. انا حاليا في عشوائيات العشوائيات، في اتنين فضلوا ماشيين ورايا بقالهم مثلا نص ساعه، عيال صغيره. لا قرفوني كيوريوسيتي كيلز بجد. المهم ان احنا المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي هي منطقه انا جيتها بالصدفه البحته. انا رحت صليت، قابلت واحد كان عنده مطعم في ابو ظبي، لقيته عامل حجامه فسالته على الحجامه، فعرفت ان الحجامه بتتعمل هنا، دي حاجه الناس كتير قوي بتعملها، فسالتهم بتعملوها فين، فوداني في مكان انتهى بيا المطاف في المكان ده. منتهى العشوائيه، العيال قاعده بص بتجري بالعجل ومتتبعيني، انا حاسس انهم اصلا يقلبوا مني حاجه، عيال عندها 12 سنه و13 سنه، بس قرفوني في حياتي يعني. المهم فوصلت المنطقه دي، بس المنطقه دي بجد بتريبريزنت اذربيجان قوي يعني. الدنيا هاديه، هس في الفاضي، بتدخل تروح تشوف ملعب تلاقي فيه ناس كتير، فلا الدنيا مختلفة تماما عن أذربيجان اللي احنا شفناها الناحية التانية من أذربيجان في السنتروم وفي المنطقة اللي في وسط البلد دي. يا جماعة الناس عشرية فشخ. في لحظة أنا لقيت كل الشباب متجمع قاعد بيلعب معانا، وفي شاب اداني فرشة، والله العظيم سبحان الله كنت محتاج فرشة. فيري جود. هدية. بيديني هدية، ربنا يبارك لك يا رب وينجح لك المقاصد.